استحضار المعيه. انا كنت اسمع الكلمه دي زمان ولكن ما كنتش عارف يعني ايه معيه. انا اكتشفت ان هي جامد مع اللي هو مع يعني المعيه الربانيه بقى، ان ربنا معاك، ان انت مش لوحدك، ان اللي بيحصل للانسان ما بيحصلش كده عبثا، لا هي اقدار مرتبه، ما فيش حاجه اسمها صدفه، هي اقدار، قدر مكتوب لك من قبل ما تتولد ان هيحصل لك كذا كذا في اليوم الفلاني. فانا بحب اركز اكتر على انا اتعلمت ايه، يعني ربنا عايز يعلمني ايه من الموضوع ده، ربنا عايزني اعمل ايه، اروح فين. النظره دي بتختلف تماما عن نظره اشمعنى انا يا رب وانا عملت ايه في دنيتي علشان يحصل لي كذا. فالفرق ما بين النظرتين فرق السماء من الارض. والانسان اللي بتصبح او الانسان اللي بتكونه بناء على اختيارك للنظره بيختلف تماما عن الشخص الاخر. ترسخ عندي فكره ان ربنا بيريدك تكون في مكان معين في وقت معين. ضحي بالحاجات الهبله اللي الناس بتستمتع بيها اليومين دول، ضحي بخروجه مع اصحابك ملهاش معنى، ضحي بقعده بالليل، ضحي بالفرجه على السوشيال ميديا اللي ملهاش لازمه، اللي بتسحب من وقتك ومن يومك كتير. اقول لك على حاجه يا ابني، كل الناس اللي قاعده هنا انت مش محتاج اي حاجه في حياتك غير انك تشتغل، بس تشتغل. ضحي بحاجات في اوقات انت محتاج تشتغل فيها. كل حاجه جاي اللي احسن منها قدام، اللي هتضحي بيه النهارده هيترد لك عشرات الاضعاف قدام. ولع الدنيا كلها انا واهدافي ونقطه ومن اول السطر. اكتشفت ان انا هقف قدام ربنا لوحدي، واكتشفت ان الورقه اللي انا كاتبها دي انا المسؤول ان انا احققها لوحدي، واكتشفت ان مفيش حد هيدفع الثمن غيري، واكتشفت لما بتحط في مواقف صعبه مفيش حد بيقف جنبي غير نفسي. استمراريه السعي لا تعني حتميه الوصول، لا تعني حتميه الوصول، ولكن عدم السعي يعني حتميه عدم الوصول. فهي فكره ان ما دمت انت بتسعى وماشي، فانت يعني في بوتنشال، في امكانيه، في احتماليه ان فعلا الموضوع يبقى مجزي على اي مستوى من المستويات انت بتأمله يعني. ولكن لو ما استمرتش فانت عمرك ما هتحقق اي حاجه من الحاجات دي. عدو الانسان الاول هو الفراغ. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. العقل البشري له عدد لفات هيلفها في الدقيقة. عارف موتور العربية لما انت بتختاره يلفها في ايه؟ حتى لو في حاجة موترة، في النهاية اختيارك افضل كثيرا من اختيار نفسك لك لو تركتها للفراغ. لما بتسيب العقل البشري فاضي بيكتر بين اما مخاوف من الماضي فيصاب بالاكتئاب، يا إما مخاوف من المستقبل فيصاب باضطرابات القلق، يا إما شهوات فيقع في بئر الضعف الإنساني الطبيعي. عشان كده دايما بتبقى رسالتي لأي حد: اشغل نفسك حتى لو بالترفيه لوقت. هل الراحة النفسية أهم من النجاح؟ كلام فاضي. ربي قال في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا هذه أول ما تعرف إنها ما هي مكان للراحة راح توصل لراحة بال مو طبيعي. طول ما أنت بتدور على الراحة في الدنيا دي، من راحة نفسية، من راحة جسدية، أو من أي نوع من الراحة، صدقني راح تخش باكتئاب بشكل مو طبيعي. الدنيا هذه ما خلقت للراحة، الدنيا هذه خلقت إن إحنا نجتهد فيها عشان نجني ثمارها في الآخر بكل بساطة.